كده هي شربت الشربات بتاعنا كله اهو، ما فاضلش فيه غير حاجات بسيطة هتشربهم. نقطع حتة يا ريت تسيبيها اما تبرد وبعد كده تقطعيها. كده ما شاء الله اهي معانا، بصي ما شاء الله عليها اهي دايبه معاكي ومرمله. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويحفظ الجميع يا رب. وحشتوني كتير واسفه على الغياب، وشكرا لكل اللي سأل عليا. ربنا يبارك فيكم يا رب. ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسه، مقادير سهله وبسيطه وان شاء الله تطلع معنا زي الفل. هنسمي الله ونصلي على النبي. معايا كوبايه حليب، كوبايه سمنه، كوبايه الا ربع سكر، لو بتحبيها مسكره تبقى كوبايه، معلقتين جوز هند، معلقتين عسل كلوكوز، نص سميد بسبوسه. انا سايباه ما فضيتوش عشان اوريكم انه سميد بسبوسه سايب من العلاف عادي جدا، بس تختاري يعني مكان كويس تجيبي منه، ما تبقاش الحاجه مركونه، ما تبقاش نوع السميد اللي هو بيجيبه مش كويس. اول حاجه ان شاء الله هنعملها كوبايه السمنه بتاعتنا. انا هاخد منها ادهن الصينيه، يعني كوبايه السمنه هتبقى شامله ايه البسبوسه كلها. والبسبوسه بالذات كل ما تختاري نوع سمنه حلو لان الطعم كله بيبقى فيها، يعني زي معلقتين كده او معلقه ونص هيتاخدوا ايه من الكوبايه بتاعتنا، والباقي ايه هنستخدمه معانا في الوصفه. وانا بدهن الصينيه كده عايزه اكلمكم في حاجه. طبعا يعني كلنا ربنا يديم علينا نعمه الصحه، بجد بجد نعمه الصحه دي حاجه كبيره جدا. لو فضلنا نشكر ربنا ونحمده عليها العمر كله مش هنوفيه حقه. صدقوني بجد اقل حاجه الواحد بيتعب فيها بيبقى الموضوع تقيل قوي قوي، ما بنحسش ان احنا ممكن بنتنفس عادي. اي يعني نوع المرض اللي يكون بيجي للبني ادم ويحس انه افتقد حاجه من نعم ربنا عليه بيحس بيها جامد قوي. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. انا خدت دور كنت وصلت لمرحله ان انا مش قادره اتنفس. كنت كل 4-5 انفاس اخد نفس طبيعي زي اللي احنا بناخده. كان الموضوع صعب فوق ما تتخيلوا. فبجد نعم ربنا كبيره علينا وعظيمه. انا عارفه طبعا ان احنا كلنا بنحمد ربنا وبنشكره، مش انا اللي هقول لكم، بس بجد بجد المفروض نخلي ورد حمد بس لربنا على نعمه الصحه. كده يا جماعه اسفه لو طولت عليكم، بس حبيت اقول لكم النقطه دي. انا دهنت الصينيه هحطها في التلاجة ونبتدي ايه نشوف مقاديرنا. كده انا حطيت الصينيه في التلاجة عشان السمنه تجمد. هجيب معايا باقي كوبايه السمنه بتاعتي. هنسمي الله ونصلي على النبي. هنزل بيها في اي حاجه نحطها على النار، حله، طاسه، اللي يعجبك. كوبايه الحليب بتاعتنا هاخدهم على البوتاجاز ادفيهم وارجع لك. انا حطيتهم على البوتاجاز يسخنوا معايا عبال ما يدفوا. كوبايه الا ربع سكر، لو بتحبي البسبوسه مسكره زياده هتحطي كوبايه، بتحبيها يعني معقوله هنحط كوبايه الا ربع. معلقتين جوز هند، هنحط معلقه عسل كلوكوز، لو ما عندكيش وهتستغني عنها
اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هتحطي بقى كوبايه سكر، يعني احنا كوبايه الا ربع، فحاطين ايه معلقه عسل كلوكوز كده. هي هم غليوا معايا يعني يا دوب دفيوا سخنين، جبتهم كده. انا حاطه هنا كوبايه السكر، كوبايه الا ربع سكر، ومعلقتين عسل، معلقتين جوز هند، وهاخد ايه معلقه عسل كلوكوز. مش عندك يبقى هتحطي كوبايه سكر، او عندك لو عندك شربات تقيل تكوني كنتي عاملاه شربات تقيل، عسل نحل، دي بدايل للعسل الكلوكوز، عادي انك تستخدميه. هنا السمنه واللبن بصي مش متجانسين معايا، هنقلبهم، ننزل بيهم الخليط على بعضه ونقلبهم كويس لغايه ما يتجانسوا كويس سوا. وفي حاجه انا شغلت الفرن عشان ما تحطيش البسبوسه والفرن يبقى لسه بارد، عبل ما يجي يسخن البسبوسه هتنشف معاكي. فالفرن تبقى درجه حرارته متوسطه، لا يبقى سخن قوي ولا يبقى بارد تكوني لسه هتشغليه وتحطي البسبوسه، لا يبقى شغال معانا قبليها. نسمي الله ونصلي على النبي، وننزل بالخليط بتاعنا ونقلب فيه كويس جدا. هنفضل نقلب في الخليط كله مع بعض لغايه ما يتجانسوا سوا، لان اول ما احط سميد البسبوسه انا مش هقلب كتير، انا يا دوب هخلط المقادير سوا، لان سميد البسبوسه من الحاجات اللي لو قعدتي تقلبي فيه البسبوسه بتنشف وما بتبقاش حلوه خالص معاكي، بيتفاعل الجلوتين اللي في السميد وما بتبقاش حلوه خالص، فيا دوب بيتقلب مع الخليط. فاحنا بنقلب الخليط كويس جدا قبل ما نحط السميد. بصوا الخليط خلاص اتجانس معايا، بصوا اتجانس معايا ازاي الخليط، يعتبر كل المقادير دخلت في بعض. هسيب المضرب بقى، صلي على النبي سوا عليها افضل الصلاه والسلام. هجيب نص كيلو سميد البسبوسه وهنزل بيه على الخليط. هجيب الاسباتشوله بتاعتي، معلقه، اي حاجه، والم الخليط سوا. اهو معايا الخليط، لا متماسك قوي ولا سايب قوي. هجيب الصينيه بتاعتي كده، انا جبت الصينيه بتاعتي وهنزل بالخليط. هدبها على الرخامة عشان تتفرد معايا، عشان ما اعملكيش صوت جامد، فهفردها وارجعلك. كده انا دبيتها على الرخامة جامد لغاية ما اتفردت، ما استخدمتش اي حاجة، بس انا مرضتش عشان الصوت جامد وانا بدبها. المفروض كنت احط تحتيها فوطة وادبها بس ما ركزتش معلش. فابقي انتي حطي فوطة من تحت ودبي عشان ما تطلعش صوت جامد. انا الصينية مقاس 36. هندخلها الفرن، هتقعد معاكي من نص ساعة لساعة الا ربع. اول ما الحروف كلها تبتدي تحمر تعرفي ان البسبوسة خلاص دخلت في السوا، تطفي النار من تحت وتشغلي الشواية بتاعة الفرن. انا هدخلها الفرن وارجع لك نعمل الشربات بتاع البسبوسة سوا. كده هنعمل الشربات، شربات البسبوسة بيبقى خفيف. هنحط كوباية ونص سكر، عليهم كوباية ونص مية، صلي على النبي مع بعض.
معلقة عسل كلوكوز كبيرة، معلش هو بيبقى ناشف. بدايل العسل الكلوكوز شربات تقيل. في الشربات مش هيبقى شربات تقيل، هيبقى الافضل عسل نحل لو عندك. وهننزل بنص ليمونه وهيغلوا غلوتين معانا على النار، بس هو يدوب السكر يدوب مع العسل الكلوكوز وياخد غلوتين وبتطفي عليه كده. هو غلي معانا يدوب غلوتين، هو واضح معانا الشربات خفيف، هو يدوب تجانست المكونات على بعض. في نقطة مهمة نسيت اقولها، انا حطيت ذرة ملح مع مقادير البسبوسة. ضروري لما تكوني بتعملي حاجة حلوة تحطي ذرة الملح، بتعلي النكهة جدا فيه. وحاجة تاني، لو مش في مستطاعتك يكون عندك سمنة بلدي أو سمنة نوعها كويس تستخدميها للبسبوسة بالذات. بتجيبي اللي هي ريحة البسبوسة، ريحة السمنة البلدي من محل بيع مستلزمات الحلواني. بتحطي نقطة بسيطة جدا، لأن طعم أو ريحة السمنة اللي بتتباع دي لو كترتي منها بتمرر، فكوني حريصة وانتي بتستخدميها. كده البسبوسة معانا في الفرن، وانا هسيب الشربات بره مش هحطه في التلاجة. واما تستوي البسبوسه نشوفها سوا. البسبوسه طلعت معايا، هي لونها مظبوط بس في الكاميرا طالعه فاتحه. الشربات معايا اهو دافي. هنسمي الله ونصلي على النبي. سيبها لغايه ما تشرب الشربات بتاعها. كده هي شربت الشربات بتاعنا كله اهو، ما فاضلش فيه غير حاجات بسيطه هتشربهم. نقطع حته. يا ريت تسيبيها اما تبرد وبعد كده تقطعيها. كده ما شاء الله اهي معانا، بصي ما شاء الله عليها اهي دايبه معاكي ومرمله. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسونيش في لايك وكومنت حلو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.